فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بي سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. ظهرية عربية كويتية أردنية بضيافة قطرية هنا في استاد أحمد بن علي في هذه التحفة المعمارية المونديالية اليوم، ونحن في رحاب بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025 بأجوائها الخيالية وبلحنها الفريد وبحضورها المتفرد، حيث نفاخر ببطولة أول. مارتي يرسل لك كرة عالية راسية، الله، خطيرة كانت الكرة الماضية، لكن بداية أردنية قوية، بداية أردنية قوية على مستوى الدقائق التي مضت، على مستوى انطلاقة الآن أردنية تأتي للنشامة من اليمين، بعد ذلك محمود في كرة من اليسار أردنية لكنها طالت الميدان لمصلحة المنتخب الأردني في لمسة، لكن ناصر في كرة خاطئة يزن السعيدة أردنية للنشامة كبيرة وهنا ما بين المنتخبين. واضح أننا سوسوزا كرة منقولة أردنية من الطرف الأيسر في محاولة. تحدث يا الأحبة الكرام عن 6 مواجهات سابقة في البطولة وفي تاريخ مشاركات المنتخبين في البطولة 400,000 مشجع. عرضية ترسل أردنية خطيرة منتخب كوريا الجنوبية في واحدة من المباريات التي يفخر ويتفاخر بها ليس فقط الجمهور الأردني بل حتى الجمهور العربي. هنا بطاقة صفراء كانت حاضرة في بداية هذا اللقاء من نصيب أول الأردن من أجل إعادة ذكريات. عرضية هنا ترقى في كثير من الأشياء وعلى رأسها كرة، لكنها عادت أردنية، تمريرة إلى روبن هود الأردن، تسديدة من يزن النعمات تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى للمنتخب الكويتي. أداء صلاة تأتي خطيرة للنشامة، جول ضاعت. المدافع كان مميزا في عملية التدخل الأخير، بينما فرصة النشامة هنا تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. رائع كان التدخل من راشد الدوسري في اللقطة الماضية، أبعد الكرة الأخيرة حولها إلى خارج الملعب. كرة ملعوبة أردنية، لمسة حاضرة في وسط الملعب، بعد ذلك التدخل كان موجود. أو صافرة هنا تأتي وخطأ يصفر حكم اللقاء على عدبي شهاب لعلي علوان في اللقطة الماضية لمنتخبنا الشام الأردن. خطأ موجود كان لدينا نزار الرشدان والتصويب. الله خرافي، هذا النشم خرافي. نعم، لا يخلف النشامة مواعيدهم مع الفرح بهدف. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، هي قذيفة والصاروخ في اللقطة الماضية قوية لا تصد لا ترد. نعم، هنا في كرة من مهند أبو طه، يا لعيب أبو طه يا فنان، أي تسديدة يسارية، أي كرة يسارية قوية ولا أروع، جميلة ولا أجمل. النشامة يتقدمون في نتيجة هذا اللقاء، هدف من أجمل الأهداف. أنا علقت على هدف عمر خريبين الخيالي، وهنا كافأتني هذه المباراة بهدف خيالي آخر، لكن من امضاء أبو طه هذه المرة بهذه اليسارية القوية، بهذه اليسارية الخرافية في شباك المنتخب الكويتي، في شباك سليمان عبد الغفور. المنتخب الأردني يتقدم أمام